تشكيلة الأهلي الأساسية لكأس العالم للأندية: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، والدكة محمد الشناوي. ده رأيي مش عايز اختلافات. في قلب الدفاع الأول أشرف داهي، مدافع صلب وينفعني. في قلب الدفاع التاني اللي جنب أشرف داهي رامي ربيعة، يا رب مستواه يتحسن عن مستواه في الدوري. بس في الباك الشمال عندك يحيى عطية الله، مدافع لو يبطل مرقعة هيبقى من أفضل مدافعين أفريقيا. جينا بقى للباك اليمين محمد هاني، مدافع عمري ما هنسى جمايله معانا، وعمري ما هنسى مستواه في كأس العالم. هو تقريبا بينطلق في كأس العالم، يا رب التوفيق. نيجي بقى لنص الملعب، عندك مروان عطية، لعيب كويس جدا لا جدال عليه، ولكن مستواه في الفترة الأخيرة مش عاجبني. لو يحسن مستواه يبقى من أحسن اللعيبة في خط الوسط في الأهلي. بس إمام عاشور طبعا مستنيني هي كتير ويقول لك لا ده أحسن لعيب في الأهلي، أحسن لعيب في أفريقيا، أحسن لعيب في العالم. إمام عاشور بدون أي منازع هو اللعيب الأساسي في الأهلي. نيجي بقى لآخر لعيب في خط الوسط أحمد نبيل كوكا. مش بقولك ان هو اللاعب الاسطوري، مش بقولك ان هو احسن لعيب في خط الوسط، مش بقولك كل حاجه، بس هو على الاقل يعوض مكان اكرم توفيق، وممكن يبقى احسن من اكرم توفيق. وبس يا رب التوفيق. عندك بقى في الجناح الشمال محمود حسن تريزيجيه، بدون نقاش نزل قصاد باتشوكا جاب جول اجل مباراه. تريزيجيه عنده مستويات عاليه جدا، وكل ده شفناه في منتخب مصر، وكل ده لسه هنشوفه في الاهلي، وكلنا شفناه في اوروبا. تريزيجيه من غير كلام اساسي. وعندك ركز معايا يا زملكاوي، الفيديو مهم. عندك زيزو اللي كان بيلعب في الزمالك بالمناسبة، جناح يمين في تشكيلة الأهلي لكأس العالم للأندية. بس تهتغي معايا وسام عم التشكيلة دي كلها ما عدا إمام عاشور نفس المستوى وما عدا تريزيجيه برضه. يعني وسام أساسي بدون. بس يا جدعان وسام، يا جدعان وسام، يا جدعان.